على كرافة وني على كوني كيرا على سيبدينكما فواني ماتا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الماء الإسلامي رجو ما جرى الله ملك بلاد لجن مسو دمس أني ما قربا أمي أوفوني الإسلامي كفولي نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما إن الله سبحانه وتعالى في على كان سبتي يا ربي على كان بسكون سبتي لمناك على كان نكون سبتي شيئك على كان سفون سبتي على بتوك بجاه سيد الأولين والآخرين اللهم آمين. ambe an karamɔgɔ fo dante foli mina ka ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ sija ani kɛnɛ ala ka di anuma k'an bangebaw fo dante foli mina ka radio barakɛlaw ɲɛmaya so mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ayiwa an ka ɲɛmɔgɔw lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ foli ɲɛsi ka taga bɛɛ lajɛlen ma ala k'an bɛ sababa ma. مسألة مغا بسبع أني ورمي ني وبأمبلو في كتاب مفهوم البدع ني دونباو ينيغن فونيا على أيوا بين المشروعية والبدعية أمريكا كما أوديكا مسألة بسبع أني مسألة ورو والحدث مننا أنجرا مسألة تا أني ولن فلاننا نوي صلاة الاستسقاء. المسألة 18 محاريب المساجد. مسألة عن الشيخنا كابين مسألة منوني دونباو ينيغن فونيوانيا على دبيلا وللا ودوي مصري مهرابو يورم يفلك كركرة الإمام كما الإمام بيجورم نكاسيلي أبي فودي ماكو مهرابو. اختلف العلماء في المحاريب المخصصة لأئمة المساجد فرأى بعضهم أنها من المحدثات في بناء المسجد. ومهرب من فلنية دونباو ينجغن فونيا أيوا على دو يايرا كافو كو كرادو كو مسرجو دامنلا مهرب كو كنتي kwa dona aywa salamiyala ala kira fatilon ko fe sallallahu alaihi wasallam kwa kundero bo uya ira ka fuko mo folo folo minye mihrabu yere do misir la ko Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu rahmatan wasi'a indama kana amilan lil Walid ibn Abdul Malik على المدينة لما أسس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهدمه وزاد فيه. نعم دو يرك في عمر بن عبد العزيز الذي لقب بخامس الخلفاء الراشدين ويعلم مجموك خليفة ولا دورنا من خلفاء الدولة الأموية. دولة أموية خليفة دودو ما أيوا أبين كواتي من ويا سرو الوليد بن عبد الملك وقال لسجدون كندو مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وكما على كركا مصري ويا كركرايا كدو فراغا وكما كو علي دي كرا ساوي كا مهرابودو نوت اسلام مشري فوي كنتي كا كوني كو مهرابو بمينا دو كوتي. وقال بعضهم انه حدث في المئة الثانية ايوا ومن ثم كره جمع من السلف اتخاذها والصلاة فيها. دو فنا يايرا كا فو هجرة كم فلانا كو مهراب كو دمنا أودلا على كرا كعصر لا كنتي المئة الأولى كم فلو لا كنتي كو مهراب كو كماسلا أيوا هجرة سان كم فلانا دلا
ode kama salafu salihina do ya ka mihrabu do misir la do ya konya ani kasili akono do ya konya bo wa min adillatihim ala dhalika qawluhu sallallahu alayhi wasallam ittaqu hadhihi almadhabiha yani almaharib ni hadisai fihi aqwal ويدلو ديني حدثا ميكو على كراكو ايا تشغدو ني مهرابو نونا وفلم مهرابو منون دو مسير لا كو اوي اتشغدو لا بو كو على كراكو دي مني حدثا رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في سنن ذهبي كو حدثا كو منكرو خبر منكر وكماني وسبات لا دلو تدين اي ما aywa muhaddisuna worbe no olu ko kaka hadisa be mine olu ya fara siqatuka okuma do yake da'ifu ye me do yake awasiqatu ye donc o bayra ka fo al hadisu mukhtalafun fi fo nya be hadisa ina do ya mine do ma mine وقد ألف الإمام السيوطي رحمه الله رسالة باسم إعلام الأريب بحدوث بدعة المحارب لبيان أن محراب المساجد بدعة. الإمام السيوطي عليه رسالة دودلا أي أتترك حكي ما لدنيا لي كايرا كافو مسير محراب بدعة دي كوكورا دو دين لا وكما يلي لترين لا أيوا ودكا كايرا كافو محراب دوني مسير لا كو بدعة دو. ورأى بعض العلماء رحمه الله أن المحارب كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دوفنا يا كافو محرابكم بي كاكم بينو على كركللا وفنا يقدر له ومما يدل لذلك حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهض إلى المسجد فدخل المحراب ثم رفع يديه بالتكبير رواه البيهقي في سنن. وائل بن حجر عليكو على كرا صلى الله عليه وسلم قال إننا على كرا يرولا عليه حضر لا أيوة على كرا كنكا قال كرا دونا مسير لا أكلا كدو مهرابو كنو كاتغفلا كروتا كسروكا كباركه وكما منو يايرا كافوكو مهرابو كومبينو ديبي على كرا كليلا أيوة ني وكدلو دوي وكما مسألة أو خلافية دويا يركافو كم مهرابو دوني مسير لا مشروع دويا يركافو كم مهرابو أو دوني مسير لا أو كبدع دو دويا النكري دوم سكافو مهرابو من بي قرآن لا ني على بافو حكاية عن زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب kuma ni zakariya o dona maryama ka mihrabula kuma ina fo maryama ka qisala na dona tuma abasro maryama wajada indaha rizqan abasro yirde minun tesro wati min abusro ino ina fo aya ba fo cugumna o mihrabu ko o kunyi ghurfade o mihrabu korata ka fo ina fo misri mihrabu cugo la o kunyi shamru lanide aywa akumbe to ka alabatu yeno إنافو تفسير طبري بافو تشوبنا فهو غرفة كان نبي الله زكريا عليه السلام يصعد إليها بسلم ما كمي يلان كتار ويشمر كومبلري وني مسير مهرابو تشوكلي مع المهم مسير مهرابو فلامبو تشوكمنا مسألة خلافية دوكم مشروع دو أو دو يرا كافو أو بدعة دو كامانغا منون كو أو كا مهرابو دو مسير لا بيبي أني المام كسيليونا بيبي قالوا إن امتياز الإمام بمكان مقرر في شرع كوكا المام كرغراني يورو دوي مسير كونو والمهرني مسير تي كالمام كرغراني يورو دوي كو وسبت لنو شرع لا كو كداكا باسكي المام كانغا بلا المامي ايوا كوفي مكو نيدي almamin kanga bla almam ko fe mo nyede o kuma ka yoro do kere akam ko bashite ola
نعم وكما مسألة خلافية دوكو مشروع دوكو بدعدو منكم مشروع دو من العلماء منكم جائز دو من العلماء الأجلاء من فنكم بدعدو من العلماء الأجلاء. المسألة 19 الخطبة على منبر مسجد الحرام. مسألة أن كنتنا مسألة من ندون باو ينيغن فونيا قديما ويكا خطبة كلا مسجد الحرام منبر سانفه مسجد الحرام مغا مصري ka khutuba kala o mimbaru sanfɛ o ye masala 19 ye dɔnnibaw ye ɲɔgɔn fɔ ɲɛ min ndagali la ani a bid'a a wankiya la. اتفق العلماء على سنية الخطبة على المنبر لفعله صلى الله عليه وسلم دونباو بيناكا كا خطبة كلا منبر سانفي وي على كرا كتاسري بس على كرا صلى الله عليه وسلم أيوا أكمل خطبة كلا أو فين لو سانفي إنا فاسبت لا حديث لا كود دمنا لا أكمل توكا سينزي كترا تمرو جكرو نما o kɔfɛ o kɛlen ka minbari dilan ala kira kun bɛ to ka khutuba kalan minbari sanfɛ tamaro bolo in a y'i yɛrɛ kanu don ka tɛmɛ ala kira ma sallallahu alaihi wasallama parce que ala kira sallallahu alaihi wasallama a ka di danfɛn bɛɛ lajɛlen ye min ye fɛn ɲɛnama ye o min tɛ fɛn ɲɛnama ye o ala kira ka kafu ka tɛmɛ i ma o kuma n'a fɔra ala kira kun bɛ to ka khutuba kalan ale sanfɛ ala kira y'ale bila ka taa ka tɛmɛ fɛn wɛrɛ ma. إذن حن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حكما وي على كرك معجزة دوي وي على كرك معجزة دوي على كرك نانا كترة تمر بوليما أغا تمر جكريما كسالو وكما أو أباسقلا. وبالرغم من اتفاقهم على ذلك إلا أنهم اختلفوا في فعل الخطبة على منبر المسجد الحرام بمكة وكما مسجد الحرام نوع مغا مصري وكما كخطبة كالو منبر سانفي سا وينيقون فونيا أولا دو يايرا كافو فقال بعضهم الخطبة على منبرها بدعة وإنما السنة أن يخطب على باب الكعبة كما فعله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وتبعه على ذلك الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. ما دو يايرا كافو كخطبة كلا مسجد الحرام نوي مغا مصري او منبر سانفي يورو من لانندو ينو خطبة كلا نين كما كو كخطبة كلا ينو كو بدعدو كو مين يسنة مين على كرا كتاسري خطيبك جو الكعبة دالا كخطبة كلا إنا فو على كرا صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة مغان دايلندو على كرا ديسكورو من كلا ايا كلا الكعبة دادي يرولا وكما خلفاء الراشدون olu fana ye o tasira kelen ta n'u bɛ khutuba kala u b'a kala alkaba da yɔrɔ la k'a fɔ misiri mihrabu ka yɛlɛ no ka kala u kun t'o kɛ. وقالوا إنما أحدث ذلك بمكة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم olu ko mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min y'o daminɛ masjid haram ka khutuba kala minbar sanfɛ ko Muawiya de y'a daminɛ wa ko Muawiya de nana nay note ala kira yereo ye khudiskuru min kala fatu maka khulafa'u minu nana ko fe oli khutba kala masjid haram ko no ku ya be kala al kabada dila kayele minbaru sanfe ka khutba kala ko Muawiya de nana nay. wa ajaza al ba'd al akhar al khutbata ala minbar makkah do fana ya raka fa bebe ولكو إن السلف أقروا معاوية على فعله ما اعتراضهم عليه في وقائع أخرى فدل ذلك على جوازه وكما ولكو نياي تشيدو أو معاوية دي آدم ويتشي ما أكيرا سلف الصالحين دونما تشامان ينا مجتهدون ودو ما ولما معاوية بلي على وكما كوبا يركفا بيبين parce que Muawiya ko minun ke aywa u ka famu yala ni o te sawabai u yu hakilina folaw Madina kono makan kono Muawiya fe minun ke ni o fe o te ala kira ka tasire
wa fanyina ay fefe ken ala kira ka tasiratu kuma fanyina kuma niya ye uya toy akan nge umoma annakari kuma min as-salaf ko bayra ka fa be bene kuma mas'alatun khilafiyya bayna al-ulama al-qudama ka khutuba kala masl haram minbar sanfe doko mashru'u doka bebe doko bid'ado المسألة 20 مسألة مغنى الدعاء بعد السلام من الصلاة ni farda sili bana ni salamu bla salamu kofela la kadwa ukala walima purga ka famu ka fatiyata الدعاء بعد السلام kadwa ukala salamu kofe walima doba famu ni mi ka fatiya e wata salamu kofe mas'alatun khilafiyya ale kuma ka chadoni لا شك من المواضيع التي اتفق العلماء على استحباب الدعاء فيها أدبار الصلوات المكتوبة دنبو بيناك يرى منون أني أكنن الإسلامي كدووك سلك وفلا بألا يرى منون أكنن الإسلامي كدووك كاتشيا إيكا جيكو إيكا لهركو فرد سلك وفلا سيمبي ويرولا فقد سئل صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع فقال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة رواه الترمذي كذاك ويا أن كنت محمد صلى الله عليه وسلم ويا نينغا كو واتي جمعين دعو جمعين نجابك تلي دعو جمعين بمي كسبي أكوري دعو جمعين نجابك تلي بس الله سبحانه وتعالى بدعو بمي من لاني دعو جمعين نجابك تلي ala kira ko sallallahu alaihi wasallam aku shu konona la banyafa wa dubur salawati al maktuba ani farda silu koflala ukmayra ubayra fo farda silu kofe ad-du'a mashru'un musisa dubur salat silu kofe don bawe nyogon fonya o korola faqad ra'a jumhur al ulama'i أن المقصود بدبر الصلاة انقضاؤها دويا يركافو سلو كفلا ويد نيكلا سلا بيو سلو بانين كفه دبر الصلاة كوري ليني أي بعد التسليم ومن أدلتهم على ذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أكما كو على كراكم بتوكا نندو ينفو ني أكلا سلا كواكم من ينفو فرسلي بلا جيرين كوفي أكما نبايرا كافو سلامون بلالين كودو سلامون بلالين كوفي ورأى بعضهم أن دبر الصلاة هو آخر التشهد الأخير do fana ya ira kafo na fara dubur salati ya korote kafo salamu kofe a korode ko tahiyya laban kofe ibe sigli laban ni tahiyya kala ka solika ala kiraka sallallahu alaihi wasallam yani ka salamun bla ko ko ibe duwo min ke kode kodo ko korote kafo salamun bla len kofe ko pasige wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun yad'u ba'da salati ko kunti duwo kala seli banen kofe do koti mu'minun koti abena wo misali dota ako qala ibn al-qayyim rahimahullah wa amma ad-du'a ba'da as-salami min as-salati mustaqbil al-qiblati aw al-ma'mumin falam yakun dhalika min hadihi sallallahu alayhi wasallam aslan وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدهما وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها وهذا هو اللائق بحال المصلي نعم وابن القيم ألقوا كدووك سلبان كفه إن يشي كرفلا مو أيوة إن يشي ألمامي كومغو مو ina fa me fatiha ta chugumina ko ala kiraka tasirati aslan
ko ala kiraga tasirati fiyo aywa na'am ko do minum beke sella do fancama beke selle kono wa ala kirago ga do minum ke fana ko do minum beke selle kono ala kirago ga do ke sella ko do minum beke selle kono ateke sel ko fe wa kon ni ne fana ka do ke sel kono ko de kakani sel kala ka lahala ka teme sel ko falaka limada ko fa innahu muqbilun ala rabbih yunajihi ma dama fi salati ko do ke yoro e sel kono de parce que islamen sel kala ni be sel kono ibe ka ala gundo nyonya o kuma do kadiye ikanga bela jilen foyinde fa idha sallama minha inqata'at tilka almunajat ni salamu bila ladron o kuma ini ala ka gundo nyonya bana aya fo chuko mena fara be ka ala kalite idan fa kayfa yatruku su'alahu fi hali munajatihi wal qurb minhu wal iqbal alayhi thumma yas'alu idha sarafa anhu ولا ريب أن عكس هذا الحال هو الأولى بالمصلي نعم أكو أكمني كيروبي دوولا كان كسيلي كونودي parce que ni be sel kono wati mena ibe alaka ibe in ala be gundo nyonya la ibe ka ala gundo nyonya ikasuru ala lo wati de inye selembe ala lo wati de okuma ibe fefe nyin ala fe ikanga bela jilenke odi kono ni salamu la dura bana woni awa ni salamu la dura kin ala ka gundo nyonya aywa e bana ثم قال ابن القيم بعد ذلك إلا أن هناك نكتة لطيفة أقوم نيا لجي تشوكو دولا فايدة دوبينو منو بيد دووك سيلي بانن كوفي أقوم نيا لجي تشوكو دولا دونك فايدة دوبينو فو أفنا كفو نمبي ابن زاد المعاد لابن القيم جزو فولو صفها كما أني بشيكي أني فلا نعم صفا كما أن بيشيغني كله أن صفا كما أن بيشيغني فلا زاد المعاد ابن قيم كتابه أكو وفايدة يجمع وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته وذكر الله وهلله وسبحه وحمده وكبره بالأذكار المشروعة عقب الصلاة استحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويدعو بما شاء فيكون دعاؤه عقب هذه العبادة الثانية لا لكونه دبر صلاة فإن كل من ذكر الله وحمده وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم استجيب له الدعاء عقب ذلك أكما ابن خيم كفايدا بيانو ni hakil kanga to fanala oye silikala niklala silla watimina zikiru minun kanga ke yolo fo komi allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik onami gono wal ma astaghfirullah allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya zal jalal wal ikram onami gono iye la fo minun kanga ke yolo ke subhanallah alhamdulillah allahu akbar o bisaban no yolo ke bo okuma niklalo la watimna ko akannu ne ka solike ala kiraka sallallahu alaihi wasallam okuma ne solike ala kiraka okuma ibisaka duwo oke okuma ko o duwo in fana beka adama duwo in beke sisa solide kofe ala kiraka ufana adama batude oni selite nyonya sirala ma seli azkaru kofe kabe be akannu ne ka solike ala kiraka okuma niye solika ala kiraka ibisor ka duwo ke o duwo in kera ala batu wore de kofe ni o yisoli ala kiraka leka o ni seli tati nyosi awa nyonya sala ma ko pasige ni mogo niye Allah subhanahu wa ta'ala kofo ka ala tanu okuma iye solika ala kiraka sallallahu alaihi wasallama niye do ko kofe okuma o duwo be mina ko niye do ke ودو بمنه وكما مؤلف يركو كو وينبغي أن تكون تلك النكتة اللطيفة من ابن القيم فيصلا في جواز الدعاء بعد التسليم من الصلاة وأداء أذكارها المشروعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده فإن عموم المصلين لا يرفعون أكفهم بالدعاء إلا بعد أداء الأذكار الشرعية فلم يبقى للإنكار مكان وكما ابن القيم بعد إنكار الدعاء
بعد الصلاة المفروضة وكما كلك النكتين فو مؤلفك وكما قاكن النكتين يرد بايا كان فايدة يرد بايا ركافوك دووك سلوك في كاببه فسي مؤمن بدووك سلوك في غالبا يبتاسر النكلا أذكار لا ذكر منون كان كسلوك في نكلا لا بيو دواتي منا وبسرك دووك nukla la pewde wesoro ka duwoke okuma kwa kan fayda yerde bayra kafo okuma abebe wote menen ko fe ibn hajar al-asqalani muallifu fath al-bari sharh sahih al-bukhari bukhari sharh min nu'i fath bari muallifu ibn hajar al-asqalani aleko مدعاه من النفي مطلقا مردود كو ابن قيم فلك من فوني كافو دعاء كيلي سيلي كوفي بو كافو وسبت لنتي كوالا كرا كونكا تاسيراتي اوي كو كما ينسجنلو كلام غير مقبول كو فقد ثبت عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كافو كوكا دووك سيلو كوفي كو أسبات لنتي أو كو كلام مردود كذاك معاذ بن جبل كحديثا من بينه كافو على كراكو علما معاذ نبي فيه والله نبي فيه أكما من الدو فينا ibijija farda sili bela jilan ko fay kake kana duwo winto fiyo o duwo ne fleniye allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik sili kala bela jilan kan hagilto duwo wina parce ala kire duwo win fo kadaminka o ko badede ya muaz wallahi inni la uhibbuka ala kire du mana mugokkanu ka fe min dima o fembai ما بلج لنجي هاكلتو دووينا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك على ندمه إيكا كوفوليكا على ندمه إيكا بركة داكا على ندمه إيكا على باتو كيشوكو نيمانكا دونكو كاين على في على كان نفين سبان نغيه كاي دماكا على كوفولي على بركة دالي على باتو شوكو نيما ني على نغيه مغمي أي كوباكي معاذ بن جبل على كريم ندوو إنداما أكا كلا سيل كوفة ما نو سبات لا وباير كفو دوو كلا كيرو سيل كوفة لا فإن قيل على المراد بدبر الصلاة قرب آخرها بوني دوكو نافر دبر الصلاة لا ينتهي سيل كوفة لا ينتهي سلامون بلا كوفة لا كون سلامون يعود كودو قلت وقد ورد الأمر بالذكر دبر الصلاة والمراد به بعد السلام إجماعا فقد ورد الأمر بالذكر دبر الصلاة والمراد به بعد السلام إجماعا وكما نيامر لم من أن الذكر يكافو كالذكر كيسل كفه دون ما بلا جرم بيناك ويسلامون كفلادي وكما تسكا يلمك كيسلامون يفلا يفود دلو دلو صارهو de bena mi bayra ka foko dubru salat salamun ko falate salamun ya faladiro mannote na fara dubru salati doro awa benkan mi min donon do wayra be ke salamun ko fe na'am ay ba'da salam wa fahima kathiru min al-hanabila anna tujru min balaj limbe fathul bahri kono ibn hajari أو كما كانوا أقول وفهم كثير من الحنابلة أن مراد بن القيم نفي الدعاء بعد الصلاة مطلقا وليس كذلك فإن حاصل كلامه أنه نفاه بقيد استمرار استقبال المصلي القبلة وإيراده عقب السلام وأما إذا انفتل بوجهه أو قدم الأذكار المشروعة فلا يمنع عنده الاتيان بالدعاء حينئذ ألوكو حنابلة أحمد بن حنبل
kam madhabin no fe mo chama ya famu ka fo ibn qayyim kan lanyine do wira de saka ke sil ko fe do wira de manga ke sil ko fe mutlaqan ni klar ni ko assalamu alaikum dorki yarata ibn hajar ka kuma kanu ni ko assalamu alaikum dorki yarata ko te lanyine de ko te lanyine ko aka kuma lanyine de salamun blalen ko fe ibe place min har sai sikile mbeno kinye si koron falama ya famu ani tun ka doke yes salamun bladoro kasna ka doke wala kaka kuma lanyine ode yes salamun blabe place min yeslo no korma hal sai na fi be kaseli yes salamun bladoro kasna ka doke kanyin ala fe ala ninkenye yani ka aywa adiya mashru'iyan nunke kodo me zena ikele ka salamun blayi yelama donc il ka doke wal may mi yelema me ala kira ko ka zikru minunke inafo no ye allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik astaghfirullah allahumma anta as-salam wa minka as-salam onan ngonaw subhanallah bisa saba olu kofe kipse ka doke donc ibn hajar ko lu kofe kipse ka doke مؤلفك والعجيب أن ابن القيم رحمه الله نفسه عقد فصلا في زاد المعاد بعنوان ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله بعد انصرافه من الصلاة وجلوسه بعدها وسرعة الانفتال منها وما شرعه لأمته من الأذكار والقراءة بعدها أكما أكو كما قوي مني ابن القيم يره alemi alladhi nafa du'a ba'da taslim alemi yadwa gen salamu ko fe o zadil maadi kelen kono kwaye babu do kerekere ay fasulu do kerekere ka fasulu titrike ala kira kumbe to ka do kuma minun fo nakla silla ba'da salati akme to ka do minun kala ba'da salati ya bon ani ala kira kumbe sigi salamu ko fe watu dola abitilia kawuli ani ay feminu ke sharia kam mantunye kabin azkar wal qiraati ba'da ani kalaminu me kaselo ko fe kuma lere faslu do kerekere o kama do minun kanga ke seli ko fe wa dhakara fihi عدة أحاديث مشتملة على الدعاء منها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني ني أحرس أدعو دوي ألا كراكم بدعو من كلاناكم كلا سلا ني أدعو دوي ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند انصرافه من صلاته اللهم أصلح لي دين الذي جعلته عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من نقمتك وأعوذ بك منك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد إذن نفني أدوودوه ألا كراكم بدوو من كلا سيلكوفه وذكر عددا آخر من الأحاديث الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعد صلاته وكما يحدث الشام نفو دوو شام نفو من بايرك فوكو ألا كرا صلى الله عليه وسلم وكما أقوم بدوو كلا سيلبان كوفه وكما المؤلف وكان من نتائج اختلافهم في الدعاء بعد الصلاة المكتوبة اختلافهم في جواز أن يدعو الإمام إذا انصرف من الصلاة المكتوبة رافعا يديه ويؤمن من خلفه من المأمومين رافعي أيديهم وكما وقال الاختلاف وينيون فون يدعو كلا سلكوفي كدا وفناك وكما ني سلبانا duwawu kelen ko fe azkaru nun kelen ko fe alimamin almami komo ka je ka duwawu ke ko tika korota almami duwawu ke komo ba fo amin wal mo belaje na duwawu ke nyoko fe ukma yu nyoko fonya ufanala fa qala ba'dhum bil jawaz do ko bebe
وقال بعضهم بعدمه دوكو أو أتبه ظنا منهم أنه بدعة دوكو بدعة دو. وقالوا إن ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح دوكو أما ثبت كافو على كرايوك كافو على كرابي دوكو صحابو فآمن ووتك كرتا أو كو وثبت لنته بل هو أمر محدث كو كردو وكل محدث بدعة كو كرب بلجل بدعة ولما صوفيو سيري بانك فانغا فاتياتا كانتك كرتا كدوك دو مسوا ولكو بدعة دو. ولكن القائلين بالجواز استدلوا بعدد من الأحاديث منها حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة مثنى مثنى تشهد في هكذا تتشهد في كل ركعتين وتشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن ثم تقنع يديك يقول أي ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول يا ربي يا ربي ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا وفي رواية فهو خداج رواه أحمد وأبو داود والترمذي من قابل سلو كفل المامن كفل موكد دوك كاوتيا كرتا قابل وكاد دلودوي على كرا صلى الله عليه وسلم على كرا كو نعم كو سلي أركان فلافلا دي بمعنى نافلا سي أركان فلافلا دو تهيا بكلا أركان فلافلا وكما كسلامم لا بو أني كماجي كي دما كسركاتر علما وكوفي بي تغفلا كورتا تغفلا ibu nyesi akada ibu ukonona nyesi katara nyedama okuma ibi tegefla aywa korota tege kofara ubeta katara dugukuluma tege konna be nyesi katara nyedama ina fo dowu fatia fleta shugumna okuma kiba fo ya rabbi alanso bima bi ala deli feminun kadibi ala deli wala jiya ani lahara koni mo mi mawke o tigi bata obeta averi wadala ko o tigi la mo aywa فهو خداج وإن عسل نيمان كه أو إيه هكذا عسل جه نعم. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دبر صلاة الظهر قال كراكم بدعوك سلفنا كفه أباف اللهم خلص الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وضعفة المسلمين من أيدي المشركين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون ما قال كرا صلى الله عليه وسلم أقوم تقول دووك سلفنا كوفي أباتك كرتا أباتك جان أبافو على وليد كسي سلمة بن هشام وكسي عياش بن ربيعة وكسي أن إسلام اللام فلمنو مكافر بلو ومسك هجرك أو كاف مدووك أبيتك كرتا دواباني الله سبحانه وتعالى في أقول لا برغتو. ومنها حديث عبد الله بن زبير رضي الله عنه أنه رأى رجلا رافعا يديه قبل أن يفرغ من صلاته فلما فرغ منها قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلاته رواه الطبري وقال الحيثمي ورجاله ثقات. زبير عبد الله بن زبير كحديثا وبيد استدلال ديكلو فناي كايرا كفو على كرا نعم زبير اي تشيدو يا بكس يتري كروتا اما كلاسيل لا فولو علي بسيل كونا بك دووكي ما تري كروتا لينو ما منا تشيك لا واتي منا عبد الله بن زبير كما اكو ala kira konungu mi duwo ka wati ga korta mi akunta ki sil konnala akuma ati ga korta ga duwo ke nakla sila wati minari hukmo bayira ka fo ala kira sallallahu alaihi wasallam sil kofe ka itiga janka duwo ke ka ala dili aywa asabat lendo واستدلوا أيضا بعموم أحاديث رفع اليدين في الدعاء وبدلوا ديني حدثا من يتغني حدثا من بايرا كفو على كرا صلى الله عليه وسلم
akumeto ka itiga korta duwula akumeto ka itiga korta awa duwula okuma duwu fanshisa akera seli yo seli awa kofala do seli kofala tewu aywa duwu ko ni duwu de ma daga lendo komi ni seli wati te ni be duwu ke ki itiga korta okuma har ni klala seli fana la seli kofe ni be duwu ke abbe duwu de ما ويوكر دلودوي وقالوا إن الدعاء بعد الصلاة المكتوبة مستحب وأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بعد الصلاة المكتوبة وأن رفع اليدين من آداب الدعاء. نعم فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في كثير من الدعاء ولم يثبت المنع عن رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة المكتوبة. إذن قالوا فبعد ثبوت هذه الأمور الأربعة وعدم ثبوت المنع لا يكون رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة المكتوبة بدعة سيئة بل هو جائز لا بأس على من يفعله. أكما حدثوا يا سبتك فعلا كراك مدووك أبات تغيف لا كورتا نبي دووك بو تغيف لا كورتا دي duwawu larabu nyuman dodo adun sabat la ka fo ala kira atige fla korota okuma hadisa site ka fo mi bayra ko ala kira ko nawbi duwo ke aw kana atige korota o hadisa ti ko ala kira ko nawbi duwo ke aw kana atige korota oti hadisa de be mi bayra ka fo ala kira de la ka atige korota seli ko fe hadisa o bayra ka fo ala kira kumbe atige korota duwawu la umuman har ni selite duwawu ye awaki ni bitiga fela korota duwawu la o yed ala wele chogol larabu nyuman doy daludun tay mi bayra ka fo kala kira ko nabi do ka kana tiga korota ma konni ni mbela jelen farla nyonka ni bayra ka fo okuma tiga korota ni be do ke ki tiga korota mo sika ke bid'a juwe chugoshi bal huwa jaizun la ba'sa ala man yaf'aluhu addagalendo nimma min bake immanka إنكار. ومما يلحق بهذه المسألة قضية مسح الوجه باليدين عقب الدعاء. أكما من بيد سكر دون مسألة كنا تكوني أكما نية فاتية ليه سوف لاي إبي تكف لا جاني دعوة بني باجي غابانا وفاتية تشكو دوي wal mai saka fatiha ta niklali ba mu inyadala bo ka mu inyadala o fana yi adama masale ni fatiha ta ni duwo ke mana klawati mana ka mu inyadala o fana yi adama masale tuguni o fana saka do awani kono faqad ra'a ibn taymiyyah bid'iyatahu li du'fi ahadithihi ibn taymiyyah aliko bid'ado parce que hadisan minun nana la ka fo ko ala kira sallallahu alaihi wasallam na ko do ke aba mu anyedala aliko ko ahadisa wiye da'ifu ye ni ya hadisa kininglena mo manka ke ibulu madayro ولكن عددا من العلماء حكموا بحسنها وقوتها me o hadisan no don ba do ya raka fo ko hadisan nun kan ko dalub se ka dini ay dalub se ka dini ay parce que hadisa da'ifu nu farafar la nyogon ka abseka ube nyogon kulgriya mustalahu ila la ba fo ma hadisa do mako al hasanu li ghayrihi wa ya hadisa mi da'ifu do me na riwaya sira wala fe sira fla wal ma sira saba ube nyogon kulgriya donc avec hasanu ye dalub se ka dini ay ma wiye ni farabla o hukumu kono inafo ishaq بن راهويه والإمام النووي في أحد قوليه والحافظ ابن حجر والمناوي والصناعي والشوكاني ولب بلاجي لنكو دلوب سكا ديناي ما نفاتية أكامونيدلا أبيبه ولذلك فقد حكم الشيخ محمد بن عثيمين أن الأمر في هذه المسألة واسع ولا ينكر على من فعله ودي كما عثيمين سعودية كرام غدودو ألوكو ni masala min fle ne ni fatiha ta kamunye dala
ko femindo bo masala mindo kwa daga lendo ni mo mi nyake imanga nakari mo mi mana ke amanga fo atigiya mo ma ko bidi amro faqad qala ako wa amma mashu alwajhi bil yadayn ba'da du'a'i فمن العلماء من قال إنه بدعة لضعف الأحاديث الواردة فيه كالشيخ ابن تيمية رحمه الله فإنه يقول إن الداعي إذا انتهى من دعائه ولو كان رافعا يديه لا يمسح وجهه بيديه لأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة والأحاديث الصحيحة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه إذا رفع يديه أنه لا يمسحها ومن العلماء من قال إن المسح سنة بناء على أن الأحاديث ضعيفة إذا تكاثرت قوى بعضها بعضا والذي أراه أن مسح الوجه ليس بالسنة لكن من مسح فلا ينكر عليه ومن ترك فلا ينكر عليه من يؤسمين كفتوى وكله كان ينغا بوني فاتيا كأموني دلا fatiha talen ko fe ka munye dala wiya nyinga ako femye nyeda masahile baada du'a ni fatiha ta ka munye dala ako don ba do yaira ka fo ko bid'a do ina fo ibn tamiya pasi ka daka ko hadisa minun nana la hadisa la fulondo aloko okma ni be ka do ke ifse ka do ke ni mito korta bo ni tika korta sa ni klala ibite ka jigi do ko kana fatiha munye dala ko pasi hadisa minun nana la ko Allah fulindo ko hadisa sahalum be minyira o ya alakira na ku ya tege korota na kala ba tege jigata mu anya dala bo o zaminu kala ga fa me a ko me don ba do be o ya raka fu ko sunna do don ba do be o ko ni ya fatiha ta ka munya dala ku sunna do kadaka bo har nasul hadisa minun kirin la da'ifu ye me hadisa da'ifu na chayara o be nyon ko lo griya harisa da'ifu mana nyogon kologiri abe hasanu ma dalub se kadina ukma ye ayreka hakil nafo ukma ayreka ijtihadu yeminye aleko nyeda masahili bon sunnate atese sunna de grema ka fu kala kira sunna do ala kira tasura do ay mais akon ni mo minya ke atigila mo manga inka ka fu ay bid'a ke wal ma bid'a mo ko manga ke ni mo mi ma ke fana bana ni mo min klala awa iye fatiha ta yi tiga fla korota iklala yi tiga jigi imamu kwati gila mo manga inkaru mo manga sabude ni mo mi refana ya munya dala amanga inkaru mo manga sabude kumanie awa usimin ka fatiwa e awa donku e masalena ukuma nin ko nunum bela jele masailu khilafiyya du'a yere ba'da salati al-maktuba du'a keli sili kofe anyofo tiga fla korotali aywa anyofo tiga fla korotali ngo fe ka munye dala wali makajigi donc nim bela jelenye masala wi don ba ko kuma wi ñoxon foña ala do ba fo bid'a do ba fo bid'ate ma bi Allah subhanahu wa ta'ala dili ala kame sawama mas'ala ta muwa an kilina ambe oke bisigilla ba insha Allah وهي السجود على الحجر الأسود كي تنترو حجر الأسود سافي حجر الأسود هيجي كلاو فلي يرى من سمسمو السمسمو لكوفي كايتين دا سافي وهي مسألة مغا عن كلنا من السنن المتفق عليها للطائفين أن يستلموا الحجر الأسود بأن يمسوه بأيديهم ويقبلوه فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة رضي الله عنهم من بعده دون ما بلا جلن بيناك حجر الأسود سمسملي ويسنه مغمن بك الكعبة منمنو حجر الأسود يبقى سمسمو يبي تكدالا أيوة ka asumusumu alakira yuke sahabaw yake alakira kofe sallallahu alaihi wasallam
ومن أدلة ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود ثم قال أيم الله لقد علمت أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم كايرك فعلك رأي سمسم على كرك تاسرة دو صحابه فنياك عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليك لك حجر الأسود سمسم أكو نكال علي نيا دو تيجي فرادي اتفوي فرako na ya soro ne kuma alakiraye na be sumsumu ne kun ji sumsumu kuma farado me Allah subhanahu wa ta'ala ya bonya ala mana femmin bonya ubeke fembay. Naam ala mana femmin bonya ubeke fembay kuma hajar la sor farado me faragwan sante Umar ibn Khattab kanin kuma in korote kafa kabe ga hajar la sor doya ay farajalando na ye bonya soro ni Allah subhanahu wa ta'ala ka bonya de o kuma ala mana femmin bonyo be ke femba de hajar la sodi ni ya doya dro afta ke sabu ki ka dina recien farajalando me ala ya bonya ala mana femmin bonya o bonya li wajibi aka kuma korte ka fa ka be hajar la sodi sabute o kuma fem mo be fem bonya ala ka femba bonya iba bonya ala ka bonya de yo wi fembe sa fe ni Allah subhanahu wa ta'ala bunya ibo bunya ni Allah subhanahu wa ta'ala ka bunya lide ala de ya bunya ko so ba bunya ita bunya te gwansan. Na'am ولكن العلماء اختلفوا في السجود عليه مسيسا وينيون فونيا مينا ka sumsum ko ni khilafuto la mesisa ka itenda sanfe السمسم لكو فيك كلاك يتين سانفي بون فذهب جمهور العلماء رحمه الله إلى استحباب دو يالا كفاء كنلو وحكاه ابن المنذر رحمه الله عن عدد من الصحابة كعمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم وطاووس والشافعي وأحمد رحمهم الله. ابن المنذر عليكم الصحابة دو كمباكي كم عمر بن الخطاب عليكم يتين سانفي سمسم لكو فيك ko Abdullah ibn Abbas fana kun ba ke Tawus ani Shafi'i ko lubbela jilen ko aywa akkannindo ko luka akkannindo wan farada Malik rahimahullah an al-ulama fa qala as-sujud alayhi bid'atun wa tu'addu hadhihi al-mas'ala min mufradatihi rahimahullah min sharh sahih Muslim lin-Nawawi باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. نعم mais al-imam Malik rahimahullah alayku ko bid'atu hajarul laswad ko na be sumusumu me ka itende a sanfe ka suida sanfe ko bid'ai ina fa be muda wana kono juzu folo furanya kemenani ani ta ani konoto ma mas'alatun khilafiyya bayna al-ulama mambe bitablano insha Allah har sa masalan nun to abeno abedobo amma Allah subhanahu wa ta'ala dili alaka famjugo mandi nena obela jilema alaka labanya alaka hamna kun noya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسم وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانة من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. على سيد على كراسة ونيمة كلا كوني على سيد دينكما فو ونيمة كلا كوني كيتي كسلام كيتي سيغنيمة كلا أي توانغا كلا
aladon. Aitanga kalanga aladon. Aitanga kalanga Kurane kalanga kuanga kala. Anga aladon. Aitanga kala ahadisa kalanga kuanga kala. Anga aladon. Aitanga kala sele suran kalanga kuanga kala. Anga aladon. Aitanga kala anga aladon. Aitanga kalanga aladon. Likauna ma'al ulama. Likauna ma'al ulama. Ulamauna humul anwar. Likauna ma'al ulama. Ulamauna fasirajuna.